يا مساء الخير. بعد انقطاع شهرين عن السلسلة بتاعتنا دي قررت اخيرا ان انا ارجع. رمضان عدى، شوال عدى، وانا كنت بعمل لكم السلسلة بتاعت اكلت ايه النهاردة على الفطار في رمضان. بس خلاص كفاية شورتس لحد كده، عايزين نتكلم مع بعض ونقعد مع بعض ونرغي واتكلم معاكم وتتكلموا معايا. ده بالنسبه لي اهم حاجه على اليوتيوب، دي اكتر حاجه انا بحبها. وجاي النهارده اتكلم معاكم في مشكله انا حاليا فيها. يعني انا مشكله ان انا مش عايزه اخد كل حاجه على اعصابي. جماعه مشكله بالنسبه لي ضخمه، انا مش عارفه اوفركم المشكله دي. مسكت ورقه وقلم، كتبت كل حاجه هنتكلم فيها مع بعض النهارده، عشان انت كمان ما تاخديش كل حاجه على اعصابك، ونساعد بعض ان احنا نبقى اهدى، نساعد بعض ان الدنيا ما تبقاش عارفين اللي هو تنس كده. انا كل حاجه بتدخل دماغي باخدها على اعصابي، بتاثر على يومي، بتبوظ مودي، ممكن تبوظ يومي، وممكن تبوظ كل حاجه. فتعالوا نتكلم مع بعض النهارده عن ازاي ما تاخديش كل حاجه على اعصابك. مبدئيا كده، عارفين لما حد يقول لكم كلمه واحده صغيره في نص الكلام من غير حتى ما يقصد، او يبقى اللي هو بيرملكوا كلمه كده وفي الاخر تلاقي ان انتي ده اثر على نفسيتك بشكل مش طبيعي، تلاقي ان دماغك شغاله تفكير في الكلمه اللي اتقالت، تلاقي ان انت يومك ممكن يومين ممكن اسبوع باظ بسبب كلمه واحده من حد او موقف واحد حصل من حد، سواء يستاهل او ما يستاهلش. اللي انا عايزه اوصله في الاخر ان بجد مفيش حاجه تستاهل، وكل حاجه بتعدي. دايما بحب افكر لما دلوقتي يحصل موقف وابقى يعني باكل في نفسي ومتضايقه قوي من الموقف ده، تفتكروا حاجه كمان اسبوع، كمان 10 ايام، كمان اسبوعين، كمان شهر من دلوقتي، هل الموقف ده لسه هيبقى عنده نفس الافكت عليكي؟ بنسبة كبيرة قوي هتلاقوا ان لا، الموقف ده اكيد هيبقى عدى، سواء الوقت هينسيكوا، سواء ان خلاص الحياة هتمشي، ايا كان، بس الموقف ده مش هيبقى عليه نفس الافكت اللي كان عليكي في اللحظة اللي حصلت. فافتكري دايما اول ما يحصل حاجة تضايقك وتلاقي نفسك سخنتي، يا جماعة انا سخنة جدا جدا جدا، فلما يحصل اي موقف لا انا بتدمر، عارفين بطني بتقفل، ما بقدرش اكل. يعني انا عندي عارفة ان في ناس تبقى معاها بالعكس، اللي هو ناس عندها لما بتتضايق او بتزعل او يحصل حاجه تضايقها تقعد تاكل تاكل تاكل. انا بقى الاوبوزيت تماما، بطني بتقفل قفله سودا، اللي هو انا بجد جينوينلي انا مش قادره اكل. انا لو كلت حاجه الاكل هيقف هنا، انا هرجع كاني واكله خروف. بتاثر بشكل مش طبيعي نفسيا وجسديا وعصبيا ومخي، كل حاجه بتتاثر فيا. في اللحظه دي بحب ان انا استوقف نفسي كده واقف وافكر واقول الاء كمان اسبوع من دلوقتي بنسبة 60-70% الموقف ده مش هيبقى له وجود. بنسبة كبيرة المشكلة دي مش هيبقى عليها نفس الافكت اللي عامله النهاردة. انا مش بقول ان المشكلة هتمحى، ولا بقول ان الموضوع هيتنسي، بالعكس هو ممكن ستيل يكون لسه هيبقى موجود كمان فترة، بس قصدي الافكت اللي عليكي النهارده في اللحظه اول ما الموقف حصل مش بيبقى نفس الافكت اللي عليكي اللي الموقف حصل فيها في لحظتها. فده ده الصراحه يعني هي مش بتعمل حاجه، هي بتهديني. انا كل حاجه بحاول اشتغل على نفسي. خلينا متفقين، ودايما بقول لكم احنا مش متحكمين في الناس اللي حوالينا، انتوا مش متحكمين في ان انت تمنعي ان حد يقول كلمه او ان حد يعمل موقف يترجر او يضايقك او يزعلك، احنا مش متحكمين. فاحنا مش هنقعد بقى نلوم الظروف ونلوم الناس اللي حوالينا ونلوم اللي عمل فينا الموقف ونقعد نندب حظنا ونعيط جنبه. دايما اقول انا متحكمه في نفسي، فانا مش مسؤوله عن الفعل ولكن مسؤوله عن رد الفعل. رد فعلي انا هيبقى عامل ازاي؟ بنضغط على اعصابنا وبنتضايق وبنزعل، والله العظيم كل حاجه بتتحل، وبعدين بنيجي في الاخر ونقول انا ما كانش الموضوع مستاهل للدرجه دي خالص، ما كانش مستدعي ان انا ادمر نفسي جسديا ونفسيا وعصبيا الفتره دي كلها. في الاخر كل حاجه بتعدي. وفري طاقتك للحاجات اللي تستاهل بجد، ما تستنزفيش طاقتك في حاجات ملهاش لازمه، عشان احنا ساعات بنسمح لحاجات حصلت في دقيقه تسرق مننا فتره طويله وتعكر لنا ايام كنا ممكن نعمل فيها حاجات تانية كتير. وطبعا كل الكلام ده حلو قوي، بس نعمل ايه بقى؟ عايزين نشوف الاكشن. نعمل ايه؟ اول حاجه، مش كل موقف حصل يستدعي رد فعل ومستاهل ان هو ياخد من تفكيرك. فاحنا عندنا هنا تو اسبكتس، شقين، التفكير والفعل. افتكروا ان كل موقف يحصل، حتى لو انتي سخنه من جواكي، بس احنا حاليا بندرب بقى نفسنا، حتى لو انتي سخنه من جواكي ومش قادره تمسكي نفسك، بس ما تعمليش رد فعل. ما تعمليش رد فعل وانتي متضايقه، ما تعمليش رد فعل وانتي مشدوده، ما تعمليش رد فعل وانتي مش في حالتك الطبيعيه. امسكي نفسك ومش هنعمل رد فعل. تاني شق بقى هو ايه؟ ان انت ما تسمحيش لحاجه تاخد من تفكيرك. صعبه
مش سهله، ما بعرفش اعملها لحد النهارده، بس بحاول. احنا هنا بنحاول مع بعض، انا معاكم هنا عشان نحاول مع بعض ونشتغل على نفسنا مع بعض. مش سهل ان احنا نكنترول تفكيرنا، طب ماشي بنقول بيكنترول ده افعالنا، بس كمان انت عايزاني اكنترول افكاري، اكنترول دماغي. الحته الوحيده ان انا بهرب ليها من الواقع ومن اللي انا شايفاه على ارض الواقع، يا ستي بسرح بخيالي، يا ستي باخد حقي في خيالي، انا عارفه، بس والله العظيم غصبا عنكم برضو ده بيأثر على نفسيتكم. فما تسمحيش لاي حاجه حصلت ان هي ولا تاخد من تفكيرك ولا تاخد من رد فعلك. مش كل حاجه تستاهل رد فعل، ومش كل حاجه تستاهل ان هي تاخد بورشن كبير من تفكيرك. واهم حاجه بقى واخر حاجه تعملوها عشان ما تاخدوش الدنيا على اعصابكم، ان انتوا يكون ليكوا ملجأ لما حاجه تحصل كده. ايا كان ايه الملجأ ده، هوبي انتوا بتحبوها، بتحبي ترسمي، بتحبي تسمعي اغاني، رياضه انتوا بتتمرنوها، بتحبي تتمشي فبتشوفي ان دماغك بتفصل، بتحبي تروحي الجيم، ايا كان ايه الرياضه اللي بتحبي تتمرنيها، بس حاجه تكون هتسحب تفكيرك من، احنا عايزين بقى نسحل نفسنا في حته تانية، حاجه هتسحل تفكيرك بدل ما ناخد كل حاجه على اعصابنا، انت بتريدايركت افكارك وبتريدايركت طاقتك في حته تانية. انا بالنسبه لي الملجأ بتاعي بصراحه قلتها كتير قوي، انا واحده حتى لو نزلت اتمشى دماغي هتبقى شغاله، برفع ويتس في الجيم ودماغي شغاله، ده مش بيفصلني، بالعكس انا مش بتمرن كويس وفي نفس الوقت ببقى بفكر، فانا يعني عملت الاكسترا مجهود. فبالنسبه لي الملجأ حقيقي الوحيد، وبجد بجد I think ده هيكون احسن حاجه ليكم كلكم، احسن نصيحه هديها لكم من الفيديو ده، ملجأنا الوحيد هو ربنا. جيبوا سجاده الصلاه بتاعتكم، اقعدوا عليها واتكلموا مع ربنا، صلوا ركعتين وانتوا ساجدين، ادعوا ربنا واتكلموا معاه واشتكوا له كانكم بتتكلموا مع حد. يا رب ساعدني، يا رب قويني، يا رب ما تخلينيش باخد الدنيا على اعصابي عشان صحتي وعشان نفسي، يا رب لاقي لي حل للموضوع ده، يا رب انا تعبت. اتكلموا مع ربنا. جماعة أنا بجد مريت بحاجات كتير جدا جدا جدا، والله العظيم سبحان الله ملجأي الوحيد هو ربنا فقط لا غير. هو ده الحاجة الوحيدة اللي خلتني أعدي بيها، والله العظيم من غير ما أكون بلجأ لربنا أنا عمري ما كنت هعرف أعدي بأي حاجة من دي، عمري. فبجد نصيحتي ليكي ان انت الجئي لربنا، اقعدي واتكلمي مع ربنا كانك يعني ولله المثل الاعلى بتتكلمي مع حد من صحابك ولا مع اختك ولا اي حاجه. يعني ابصم لكم بالعشره ان هي دي من الاخر المفتاح الوحيد، ويعني هو اظن ان مفيش حاجه زيه، هي الحاجه الوحيده اللي هتريحكم وهتخليكم نفسيا تهدوا شويه وما تاخدوش كل حاجه على اعصابكم. فيديو سريع كده كنت بس عايزه نسخن بيه وانا برجع علشان نتكلم مع بعض اكتر ونكمل السيريز بتاعه تطوير النفس، وان احنا نشتغل على نفسنا وان احنا نكون احسن نسخه من نفسنا. فما كنتش عايزه اطول فيه قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عندكم اي حاجه عايزيني اتكلم فيها اكتبوها لي في الكومنتس، وان شاء الله اشوفكم يوم السبت الجاي باذن الله الساعه 7. باي باي.